أهلا بكم معانا في قناة عظماء غيروا التاريخ. قصة النهاردة في الحقيقة مش عظيم واحد، لأ فيها أكتر من عظيم، والمصريين مدينين ليهم بحاجات كتير جدا، ومن حقهم علينا إننا دايما نحكي حكاياتهم ونخلد ذكراهم. يلا نبتدي القصة علشان ما نطولش على حضراتكم. قصة النهاردة هي معركة الجزيرة الخضراء، واللي بتعتبر من أشرس المعارك اللي دارت بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية قبل حرب الكرامة سنة 1973، وتكبدت إسرائيل خسائر كتيرة جدا وفظيعة في المعركة دي. وفي يوم 17 يوليو سنة 1969، يعني بعد النكسة بسنتين، اكتشف الملازم أول محمد عبد الحميد قائد موقع الجزيرة الخضراء إن في طيارتين إسرائيليتين بيصوروا الجزيرة دي، وقرر عملية الاستطلاع والتصوير أكتر من مرة في نفس اليوم. وفي اليوم الثاني قررت الطيارات الإسرائيلية نفس العملية دي، ولكن على 3 مرات. وبالليل التقطت أجهزة الإشارة المصرية رسائل مشفرة، ولكن إسرائيل كانت متعمدة ترسل الرسائل على موجات معينة علشان عارفة إن المصريين هيلتقطوها. الرسائل دي بتقول إن هيتم الهجوم على إحدى الأماكن العسكرية المصرية، وإن الهجوم ده هيكون يوم 24 يوليو 1969. وطبعا المقصود من الرسائل دي هي تشتيت الجانب المصري. وفي يوم 19 يوليو الصبح لاحظ الملازم أول محمد عبد الحميد إن في طيارات هليكوبتر إسرائيلية بتصور المواقع اللي على الجزيرة. وعلى مدار الأيام اللي فاتت كان الملازم أول محمد عبد الحميد بيبلغ القائد البطل النقيب مجدي بشارة عن كل التحركات اللي بيرصدها. وكان النقيب مجدي بشارة بيبلغ قيادات العمليات اللي في الجيش الثاني، وأيقن الجيش المصري إن الهجوم اللي إسرائيل بتتكلم عنه هيكون على الجزيرة الخضراء. والجزيرة دي كانت ليها أهمية استراتيجية عند اليهود، لأنها كانت نقطة قريبة جدا من كل المواقع المحتلة من الإسرائيليين، وكمان كان فيها جهاز رادار متطور جدا، وكان بيدي إنذار بالهجوم الجوي الإسرائيلي. وكانت بتقدر قوات الدفاع الجوي المصري إنها تكون مستعدة قبل الهجوم ب30 ثانية، ودي كانت مدة كافية علشان تستعد قوات الدفاع الجوي المصري. وطبعا السبب الأهم هو تحطيم لنفسية الجيش المصري والشعب المصري. بعد ما ابتدى الجيش المصري والشعب بترجع لهم ثقتهم في نفسهم بعد عمليات حرب الاستنزاف اللي كانت مخلية الجيش الإسرائيلي دايما مذلول. وكان في الوقت ده كل اللي موجودين على الجزيرة 65 فرد مقاتل، وتم إرسال 30 فرد، أصبح العدد اللي موجود على الجزيرة 95 فرد مقاتل ما بين صاعقة ومدفعية وبحرية. وكان طول الجزيرة 190 متر، أما عرضها فكان 90 متر، وكانت عبارة عن كتلة صخرية عالية جدا، وكانت بتقع في خليج السويس. وكان في أماكن فيها بتصل لارتفاع ل30 متر فوق سطح البحر. وكانت الجزيرة من الصعب تسلقها بالحبال لأنها كانت حادة جدا بزاوية قايمة. وكان قرارهم إنهم ما يهاجموش الجزيرة بالطيران ولا بالمدفعية علشان يوصلوا لجيشهم إنهم أقوياء ويقدروا يعملوا عمليات زي ما المصريين بيعملوا عمليات. وعلشان كده كانت خطتهم إن مجموعة من الكوماندز الإسرائيلي تهاجم الجزيرة ويتم ذبح كل اللي على الجزيرة. وعلشان التضاريس الخاصة بالجزيرة دي كانت صعبة جدا، فكانت محتاجة استعداد خاص. وبعتت إسرائيل مجموعة من القوات الخاصة والقوات البحرية لأمريكا علشان يتدربوا هناك لمدة 3 شهور على موقع شبيه بالجزيرة. وكانت نتائج التدريب كانت بتأكد نجاح العملية بنسبة 100%. ورجعوا لإسرائيل علشان يبدأوا في تنفيذ العملية. وفي يوم 19 يوليو يوم تنفيذ العملية كلم الملازم أول محمد عبد الحميد النقيب مجدي بشارة على لاسلكي وقال له إن في حركة غريبة في المية. وفي اليوم ده كانت السماء ما فيهاش قمر، يعني الدنيا ضلمة جدا. وكانت أوامر النقيب مجدي بشارة إن لو في أي حركة افتح النار فورا. وكانت القوات الإسرائيلية فعلا في الوقت ده بتحاصر الجزيرة. وكان عدد القوات الإسرائيلية الموجودة كان حوالي أكتر من 800 جندي صاعقة وبحرية إسرائيلي. وعملية الإنزال كانت على بعد 500 متر من الجزيرة علشان صوت المراكب ما يتسمعش، وعانوا المسافة دي لغاية ما وصلوا للجنب الغربي للجزيرة. وكان اختيار الجانب الغربي لأنه كان الارتفاع فيه كان قليل،
فكانوا فاكرين انهم هيقدروا يتسلقوا منه. وشاف عسكري الحراسة اللي كان في الجانب الغربي القوات الإسرائيلية وهي بتتسلق، وفتح النار عليهم، وابتدت كل القوات المصرية اللي كانت موجودة على الجزيرة تفتح النار على القوات الإسرائيلية، واللي كانت غير متوقعة انهم يكتشفوا في وقت مبكر جدا. ودارت معركة بين القوات المصرية والإسرائيلية، وكانت معركة شرسة جدا، وكانت مصيبة للإسرائيليين لأنهم كانوا مخططين إن العملية دي تتنفذ في هدوء ويحتلوا الجزيرة من غير ما أي حد يحس بيهم. ولكن أراد ربنا إن المعركة دي يخلدها التاريخ وتكون هزيمة ومذلة لليهود. وطبعا كانت عملية صيد القوات الإسرائيلية سهلة إلى حد ما، لأن القوات المصرية كانت بتضرب النار من مكان عالي، ولكن القوات الإسرائيلية طلبت دعم من القوات الاحتياطية اللي كانت محاصرة الجزيرة، وكانت عبارة عن لنشات صواريخ ومدافع هاون. وكانت إسرائيل محاصرة الجزيرة على بعد 3 كيلو علشان يمنعوا أي امدادات تيجي للجزيرة من الجانب المصري. وبدأت المعركة تشد، وابتدت جنودنا يستشهدوا واحد ورا التاني، واتصاب الملازم أول محمد عبد الحميد، وطلب من النقيب مجدي بشارة دعم، وقال له الجزيرة هتروح مني. وابتدى الجيش يبعت امدادات، وكانت متمثلة في لانش عليه 45 فرد صاعقة، وطلع اللانش من المنيا الأدبية. ولكن هما في الطريق هجمتهم القوات الإسرائيلية اللي كانت في انتظار أي امدادات مصرية، وهجمت اللانش المصري، وفعلا قدروا انهم يدمروا اللانش ويستشهد ال 45 مقاتل صاعقة. وعدد الشهداء على الجزيرة بيزيد، وبلغت قيادات الجيش المصري النقيب مجدي بشارة ان من المستحيل وصول اي دعم للجزيرة، وكانت الاوامر ان القتال يستمر لاخر طلقة واخر راجل. ولما عرف النقيب مجدي بشارة الاوامر دي، قرر النقيب مجدي بشارة انه يروح للجزيرة بنفسه، واخد معاه 30 مقاتل واخد لانشين، وكان متحرك وهو عارف وواثق انه مش هيوصل للجزيرة بسبب الحصار اللي كانت القوات الإسرائيلية عاملاه. ولكن عقيدة الجندي المصري واحدة وما بتتغيرش، مش مشكلة اني اموت، ولكن الارض اهم من الروح. وبدأت القوات الإسرائيلية تشترك مع لانشين الدعم اللي مع النقيب مجدي بشارة، واستشهد 11 جندي من ال30 اللي كانوا مع مجدي بشارة. ولكن قدر الباقي انهم يكسروا الحصار ويطلعوا على الجزيرة عن طريق سلم كانت القوات المصرية عاملاه. ومن حسن الحظ ان الاسرائيليين ما كانوش يعرفوا عن السلم ده حاجة، ولكن وهم طالعين اشتبكت القوات المصرية اللي على الجزيرة بالغلط مع القوات اللي مع مجدي بشارة، والاسرائيليين كمان كانوا بيضربوا النار عليهم، يعني الضرب جاي من فوق وجاي من تحت، واستشهد 4 جنود كمان. وقدر الباقي انهم يطلعوا على الجزيرة. وحس الاسرائيليين ان المقاومة المصرية زادت، واستدعوا سرية صاعقة، وابتدت اعداد الجنود اللي بيستشهدوا تزيد، فكان كل شوية شهيد او مصاب. وابتدت المدافع تتعطل، والذخيرة كانت على وشك انها تخلص. وبدأت القوات الاسرائيلية تتسلق على الجزيرة بالفعل. واتصل النقيب مجدي بقائد العمليات وحاول يطلب دعم منه، ولكن قائد العمليات قال ان اي دعم مش هيوصلك، وان الطيران صعب جدا انه يجيلك لانه هينضرب على طول. وكانت الاوامر للمرة التانية ان القتال مستمر لاخر جندي واخر طلقة. وكان طلب النقيب مجدي بشارة ساعتها انه يكلم قائد الجيش التاني، وفعلا تمت المكالمة، وقال له يا فندم بما ان مفيش دعم وكده كده هنموت، يبقى ادي اوامرك ان كل المدافع اللي موجودة في السويس تضرب على الجزيرة. وقال له يا فندم عليا وعلى اعدائي، يعني احنا بنتكلم في اكتر من 3000 مدفع يدقوا الجزيرة باللي فيها. ودي كانت لحظة بطولة وايمان بان الارض اهم من الروح. وانتهت المكالمة، وامر النقيب مجدي بشارة القوات المصرية اللي باقية انهم ينزلوا الخنادق اللي كانت معمولة ببطن الجزيرة. وفعلا بدأ القصف، وال3000 مدفع دكوا الجزيرة كلها. وبعد كام دقيقة وقف القصف المصري، وطلع مجدي بشارة من الخندق، وكانوا استشهد 2 من الجنود اللي كانوا موجودين على الجزيرة، و2 كمان اتصابوا. ولكن القوات الإسرائيلية اتسحبت ل200 متر داخل المية. وفي وقت الفجر قربت 3 طيارات هليكوبتر إسرائيلية من الجزيرة، ونزلوا سلالم علشان يبدأوا ياخدوا في الجرحى والقتلى بتوعهم. وأمر النقيب مجدي
بعسكري المدفعية إنه يضرب النار على الطيارات، وفعلا بتوفيق ربنا قدر العسكري إنه يسيب طيارة وهربت الطيارتين التانيين. وابتدت قيادات الجيش الإسرائيلي تتجنن لأنهم ما كانوش متوقعين إنها هتكون معركة بالشكل ده، ولا كانوا متخيلين حجم القتلى والجرحى. وادت أوامر للقوات الجوية الإسرائيلية بشن غارة انتقامية على الجزيرة. وكانت أوامر النقيب مجدي بشارة للجنود اللي موجودين على الجزيرة إنهم ينزلوا للخنادق، ونزلوا كلهم ما عدا جندي واحد واسمه محمد إبراهيم الدرديري. وكان الجندي ده قاعد على مدفع رباعي 14.5 بوصة، وكان المدفع ده بيقدر يضرب 3600 طلقة في الدقيقة الواحدة. وفعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان في طيارة من الطيارتين الإسرائيلية في مرمى المدفع بتاعه، وفتح النار على طيارة منهم وقدر إنه يوقع طيارة منهم، وهربت الطيارة التانية. واتجننت قيادات الجيش الإسرائيلي بزيادة، وحسوا نفسهم إنهم في ورطة وفضيحة كبيرة جدا، وتعطلت كل أجهزة الاتصال اللي كانت على الجزيرة. ولكن اتفاجئ النقيب مجدي بشارة إن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي جاله على الجزيرة بعد ما قدر يكسر حصار القوات الإسرائيلية. وقال النقيب مجدي بشارة لإبراهيم الرفاعي: أنا مش عاوز أي حاجة غير إنكم تاخدوا الجندي ده معاكم. وكان اسمه محمد زكي عبده، وكانت في صخرة وقع فوق دراعه وأحشاء بطنه كلها بره. والجندي ده كان ساكت، ولكن عينه كلها آلام فظيعة. وطلب الشهيد إبراهيم الرفاعي سكينة كبيرة، وفعلا جابوله السكينة وفصل بيها إبراهيم الرفاعي دراع الجندي البطل محمد زكي عبده، وأخدوا معاه على اللانش. وأشاء ربنا إن الجندي ده يعيش. وكانت خسائر القوات المصرية في المعركة دي ما كانتش قليلة، وخصوصا إن الجيش المصري ما كانش تعافى بشكل كامل من النكسة، ولكن الأرض والكرامة أهم من أي شيء تاني. وكانت خسائر القوات الإسرائيلية 62 قتيل و110 مصاب، وتدمير 8 مراكب مطاطية، وتدمير 4 مراكب نقل جنود صغيرة، و4 مراكب نقل جنود كبيرة. ودي كانت من أشرس المعارك اللي خاضتها القوات المصرية ضد القوات الإسرائيلية، واللي عرفت إسرائيل بعدها إن الجيش المصري والشعب المصري لقمة مش سهلة. وبسبب فشل العملية دي اتحاكم كل الجنرالات اللي كانت مسؤولة عن العملية دي. وهنا انتهت قصة النهاردة. لو عجبتكم رجاء ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء مع عظماء غيروا التاريخ.